السلام عليكم يا ناس الخير. السلام لقلوبكم والسلام لكل واحد كيتابعني. اليوم جيت نعاود لكم قصتي ومجرى فيها. قصتي مع ماما اللي خرجت على زواجي ويتمات ليا ولادي. انا سميتي منى. كنت واحد البنت اللي كنموت على شي حاجه سميتها القرايه كانت هي عينيا. فاش وصلت للباك بداو كيجيو فيا الخطاب، حيت الصراحه كنت واحد البنت اللي عندي حقي بزين، كنت جايبه العين وكنت داخله سوق راسي حاضيه غير قرايتي والدار. لكن انا اللي كان كيجي في ديك الفتره كنت كنرقفتو، كنت مركزه غير على القرايه. ماما وبابا ما كانش كيعجبهم الحال نهائيا في هادشي اللي كنت كندير، حيت كاع الخطاب تقريبا اللي جاوني صراحه كانوا في المستوى، وكنت ديما كنرفضهم واخا هما كانوا كيشرطوا عليا باش انني نكمل قرايتي، ولا جاب الله حتى الوظيفه يخليوني نتوظف. انا كنت كنرفض شي حاجه سميتها الزواج، لدرجات والديا وصلت بهم انه يبزوا عليا باش نتزوج ديك الساعه. فقررت انني ندير واحد الخطه باش هكا ينسوني وما يبقاوش يبزوا عليا داكشي اللي انا ما باغاش. واحد النهار مشيت عند ماما وقلت لها عرفتي انا علاش كنرفض الخطاب؟ راه حيت باغا ولد خالتي، وهاد ولد خالتي هذا كان معروف في العائله ما نافع والو، فاشل في حياته بهذا المعنى هذا. يقدر نقولوا بانه ما قاد لا على مسؤوليه لا حتى شي حاجه، مازال ما جامع راسو ما خدام ما والو، غير كيدور. انا الصراحه درت هادشي كامل غير باش الاب ديالي ما يبقاش يبزز عليا، واخا هو كنت عارفه ان هادشي اللي قلت لماما راه ما غتقبلوش، لكن الوالده ديالي لا، غتقبلو وغتولي موافقه معايا وغتولي تجي من جهتي وواقفه في صفي، حيت هذا كيبقى ولد اختها ومن دمها ومن صلبها. فاش قلتها ليها قلت لها راه بغيت ولد اختك، فرحات وما قداتها فرحه. ايوا من تماك الخطيب اللي ولا كيجي كترفضو حتى هي. بابا ما كانش كيعجبو الحال وكان رافض الفكره انه يزوجني لولد خالتي، يعني اللي هو ولد خوتها. ايوا واش غنقول لكم، بقيت انا ماديها غير في قرايتي، شديت الباك ديالي مشيت درت لافاك، دوزت ديك 3 سنين كلها وانا كنقرا في لافاك. ماما بقات فين ما كتمشي عند ديك خالتي كتقول ليها بان راه بنتي بغات ولدك. ايوا كتبقى تزنزل لي على هذا الموضوع، كتقول ليها راه بغيتها غير تشد الاجازه ديالها وديك الساعه نزوجوهم. وبطبيعه الحال خالتي حتى هي كانت فرحانه وعاجبها الحال وما قدها فرحه، حيت كانت عارفه ولدها حتى وحده ما غتقبل عليه. تفاجات فاش عرفت اني انا باخاه، زعما راه كيعجبني وباغا للزواج. المهم داز ديك 3 سنين ديال لافاك والحمد لله شديت الاجازه ديالي رجعت لدارنا، حيت ديك 3 سنين كامله كنت دوزتها في الحي الجامعي، بحكم ان المدينه اللي كنسكنوا فيها ما كانتش فيها الكليه، كنت دايره الكليه في مدينه واحده اخرى. داكشي علاش عمرت على الحي الجامعي وكان خرج ليا. ايوا فاش رجعت لدارنا كنت فرحانه، حيت كملت قرايتي كيف ما بغيت، وصلت لداكشي اللي انا كنت كنطمح ليه. تما غادي يجي واحد السيد يتقيدم ليا، واحد الدري اللي الله عمر ليه الدار، ظريف ودرويش وخدام على راسو. الاب ديالي غير شافو عجبو وارتاح ليه، لكن ماما ما كانش عجبها الحال نهائيا، وقالت لبابا والله لا عطيتها ليه. وهنا الوالد غيشد معاها الضد، قال لي هاد السيد هو اللي غادي نزوج ليه بنتي، ودابا غادي نشوفوا شكون اللي غادي يحكم، واش الرجل ولا المراه. ايوا السيد فاش جا باش يشوفني، حيت هو غير الناس اللي كانوا نعتوا ليه واحد الوحدين اللي كانوا هما جيراننا، وكان هو من العائله ديالهم، وجارتنا اللي هي من عائلته هي اللي شكرتني ليه ونعتات ليه الدار. جا بقى كيقلب وجا عندنا. ايوا فاش جا قاصد الباب ودخل عندنا للدار، تخيلوا ماما شنو غادي دير. هادي راه الام ديالي غادي تمشي عند اختي اللي صغر مني وغتقول لها انت اللي غتدخلي على اساس راكي نتيا هي اختك، والبنت اللي جاي هو على قبلها. الوالد الحمد لله كان عايق بهادشي كامل، وعايق بالام ديالي اشنو باغا دير. داكشي باش تغدى بها قبل ما تعشى بيه، جا لعندي ودخلني والسيد شافني شفتو قبل ما تجي اختي اللي بغات تدخلها الام ديالي. ايوا ما تخيلوش ماما ديك الساعه كي ولات فاش شافتني انا اللي جالسه والسيد شافني وما تسرطاتش ليها، بقات غير جالسه وكتحلف على الاب ديالي كتسنى غير فوقاش داك السيد يخرج باش تنوضها محبه. المهم انا فاش دخلت وشافني السيد عجبته، وحتى هو الصراحه عجبني، اقتنعت بيه، بغيته كزوج ليا. حتى هو الصراحه فاش عجبته انا كنهضر مع الوالد ديالي، قال له كل شيء على حالته على الامور ديالو. ايوا غير مشى هو والام ديالي غتنوضها معبا، ما خلاو بعضياتهم غير اللي نساو.
اما انا كنت عارفه راسي باللي كحلتها عندها. ايوا دوزاتها عليا في ديك الفتره اللي كنا كنوجدوا فيها الخطبه والعقد، دوزاتها عليا كحله زحله، كتضل تحلف عليا النهار كامل وكتقول لي بلا ما تحلمي انك تزوجي بيه. انا كنت كنقول لها الله يهديك ماما، سيد ولد الناس ومعقول وما فيه ما يتعيب. كتقول لي والو، والله لا كنتي ليه مرا، واش انتي 3 سنين وانتي كتقول لي بلي باغا ولد خالتك ودابا عاد بان لك هذا؟ يكون معقول ولا يكون ولد الناس ولا يكون اللي بغى يكون؟ انا متفقه مع خالتك ودابا جايه كتفلاي عليا. المهم بقات عليا باش انني نتراجع وما نقبلش، لكن انا ما سمعتش الهضره ديالها نهائيا، حيت الاب ديالي الحمد لله كان واقف معايا. ايوا في الاخر تزوجت انا وهذا السيد هذا، واخا ماما ما بغاتش وما ارتاحتش ليه وديما كانت كتنوض الصداع والمشاكل. لكن ديك الساعه كان فات الفوت وما بقى عندها ما دير من غير انها تقبل الامر الواقع. هادشي اللي كنت انا كنفكر فيه، وكنت كنقول مع راسي غنحطها امام امر الواقع وغادي تقبل بزز منها. لكن ماما ما غاديش تجلس وما غاديش تدوزها ليا بالساهل، ما غديرش ليا بحال ما وقع والو، وغادي تفرح زعما وصافي وتنسى الامر. ايوا غير مشيت انا عند راجلي المدينه اللي خدام فيها، حيت تما فين كان عنده دارو. ايوا غتبدا السيده تصوني ليا وغتبقى تعيب ليا في راجلي، راجلك فاعل، راجلك تارك، كنت زوجتي ولد خالتك، كون راك حدايا وخالتك مغليه فيك ودير لك بحال بنتها. المهم كان ديما كتصدعني بهاد الهضره. كنت انا غير كنصبر وكنخليها كدوي وكتاخذ راحتها. لكن ديك الهضره ديالها ما كانتش كتقنعني نهائيا، لانه انا راجلي كنت مقتنعه بيه. دازت عامين على زواجي وباقي ما جابش لي الله الاولاد. ايوا ماما بقات تسبتاني على راجلي وقالت لي بلي راه عاقر طلقي الزمر ورجعي نزوجك بولد خالتك، كنت زوجتي بيه وراه عندك الاولاد وعندك البنات، راه راجلك هو اللي فيه الديفو. ايوا واش غنقول لكم، مرضاتني في صحتي بهاد الهضره. عام وعامين على قدها وانا كنسمع في نفس الهضره، لكن من بعد الحمد لله ربي غادي ييسر ليا وغادي نحمل. هنا ماما مرضات واحد المرضى اللي طاحت فيها شهرين وهي شاده الفراش، فسمعتني حامله تفقسات عوض ما تفرح ليا، كانت ما عجبهاش الحال. دوزت الحماله ديالي كامله بخير وعلى خير، وعمرها ما جات عندي ولا سولات فيا ولا صونات ليا. بغيتها غير تصوني ليا وبوالو، ما كتسولش فيا لا كي داز وحمك لا كي دايره مع تقول لا اشنو وجدتي لا اشنو درتي لا امتى غتولدي بوالو. حتى النهار اللي غادي نولد فيه عاد جات عندي نيشان للسبيطار، وفاش شافت بنتي وهزاتها فرحات وعنقاتها وجات عنقاتني. انا تفاجأت، قلت مع راسي العجب هذا، هي اصلا ما كانتش حامله راجلي وكانت ضد زواجي وما فرحتش ليا فاش حملت، كيفاش دابا هزات بنتي؟ والنهار اللي سمعتني حامله مرضات وما فرحت ليا ما حتى شي حاجه. المهم السيده فرحات وبكثره الصدمه بقيت غير كنشوف فيها الغد اللي عاوتاني جات عندي وجات للسبيطار، حيت كان داهم راجلي باش يرتاحوا عندي في الدار. كانت هي اللي كتبقى معايا في السبيطار. ايوا جات عندي تقربت ليا وهي تقول لي شوفي نقول لك هضره وحده، نهار قلت لك تزوجي بولد خالتك ما بغيتيش وتزوجي بهذا، ونهار قلت لك طلقي منه راه ما كيولدش ما بغيتيش، لكن دابا غادي تمشي بهضرتي وبزز منك غتقبليها. قلت لها ياك لاباس امي، اشنو كاين تاني؟ راني زعما نافسه وباقا مريضه. قالت لي يا هاد البنت هادي اللي ولدتي غادي تسميها على الاسم ديال خالتك. انا تصدمت، قلت لها امي واش من نيتك؟ هادشي اللي كتقولي راه ما يمكنش، كون كنتي كتهضري معايا فاش كنت حامله كون راكي عرفتي بلي انا راجلي راه قرر باش انه غادي يسميها السميه هو اللي باغي. ايوا فاش عرفات بلي راجلي راه مسميها وهي في الكرش وقلت ليها راه فين ما كيشري شي حاجه كيقول لي انا شريتها لفاطمه الزهراء، انا غادي ندير لفاطمه الزهراء، انا غادي نفعل لفاطمه الزهراء، انا غنترك لفاطمه الزهراء، راه ما يمكنش نجي انا حتى لدابا ونقول ليه لا حقا بغيت نسميها هاد السميه. وزيدون انا علاش غنسميها هاد السميه؟ مال خالتي هي عدوزتي، مالها هي قريبه عليا، انا تزوجت في جيه وخالتي راها كتبقى في جيه حتى نهار تزوج ولادها وديك الساعه يسميو على سميتها. ايوا هنا ماما اش غادي نقول لكم الضغطات بالمزيان. قالت لي والو هادشي اللي كنقول لك هو اللي غادي ديريه، ها السخط ها الرضا، وإلا ما سميتيش بنتك هاد السميه اللي قلت لك انا راني غندير لك ليله هنا. ايوا بقيت غير جالسه وكنفكر الليل كامل ما نعسش، كنقول كيفاش غادي نقولها لراجلي. ايوا غير صباح الصباح جا عندي راجلي وانا نجبد معاه الموضوع،
قلت له راني بغيت نبدل السميه لبنتنا، عوض ما نسميوها فاطمه الزهراء راه بغيت نسميها على اسم ديال خالتي. قال لي اشنو كتقولي؟ ياك من شحال هادي وحنا متفقين على هاد السميه. منين عرفتي بلي راه عندك بنت وحنا حاطين على هاد السميه هادي؟ انا في ديك اللحظه بكثره ما حسيت براسي ما عندي حتى شي جواب، بقيت غير كنبكي، حيت ما عرفتش واش نتبع راجلي ولا نتبع الام ديالي اللي بغات تسخط عليا، او لا راجلي اللي غادي تخلق ليا مشكل اللي هو كبير. انا ما عرفتش ماما كي دايره، حيت ما كنتش كنعاود ليه داكشي اللي كانت كدير ليا، اولا داكشي اللي كانت كتقول عليه، ما بغيتوش ياخذ على ديك الصوره الخايبه. ايوا في هاد اللحظه انا كنبكي وراجلي جالس حدايا، غتدخل علينا الام ديالي، سمعت راجلي كيقول لي اشنو اللي تبدل حتى بغيتي تبدلي السميه ديال بنتنا وتسميها هاد السميه هادي. هنا المصيبه اللي غتوقع فاش غتنقز ماما وغتقول ليه انت راك ما عارف والو، كيف ما شتي بنتي راه قبل ما تزوج بيك راه كانت كتبغي ولد خالتها، ودابا مادام كتب عليكم ربي الزواج راها بغات تسمي سميه على ولد خالتها حيت كانت عزيزه عليها وبغاتها هي اللي تكون عكوزتها. ودابا راك فهمتي يا ولدي شنو كاين؟ ايوا تخيلوا امكم ودير فيكم هادشي وبهاد الاسلوب تهضر مع راجلك. راجلي بقى غير كيشوف وكثر الصدمه لسانو تقال عليه، ما بقى قادر يقول والو. انا بغيت غير كنبكي حيت ما عندي حتى شي حل. هو يدور عندي خسر عليا جوج كلمات، قال لي واش هادشي بصح اللي قالت الام ديالك؟ انا ما قدرت نقول ليه حتى شي حاجه، ما قدرت ننطق بحتى شي كلمه، ما عرفتش اشنو غادي نقول ليه. واش غنقول ليه راه كتكذب عليك بكثره؟ اصلا ما كنت انا كنكذب عليه وكنبين ليه بلي الام ديالي انسانه اللي مزيانه متقيه الله، انسانه اللي قابطه الطريق اللي هي زوينه، مخليه الصوره ديالها زوينه في النظر ديالو. ما قدرش نقول ليه راه كذابه ولا كتكذب عليك ولا باغا تشتت الشمل ديالنا. ديك الساعه هو يقول لي حاجه وحده اللي غادي نقول لك، بنتي فاطمه الزهراء غادي تهلاي فيها وانتي راكي مطلقه طلاق التالات. هو يخرج مشى وخلاني وما تخيلوش حالتي في ديك اللحظه، بقيت غير كنبكي، الارض دارت بيا بكثره ما كنت باقا عيانه وتصدمت. خفت صافي ولا كيبان ليا بانني صافي طلقت. غادي نقول لكم ما عقلتش على راسي حتى طحت، غيبت، سخفت من تما وانا مريضه، صحتي كتضيع بكثره الاعصاب والتفكير، مرضت في صحتي بزاف لدرجه الحليب ما بقاش عندي. بنتي مسكينه ما كتلقى ما كترضع، مازال صغيره، كتاخذ غير شويه ديال الحليب وكتبدا تغوت ليا، لدرجه اضطريت انني نجيب ليها الحليب ديال الفارماسي وكنديروا ليها هكا في الرضاعه وكنشربوا ليها. حتى من بنتي ما بقيتش ماديها فيها، وليت عيانه ما كنحس بحتى شي حاجه من جهتها، وليت معذبه في حياتي وما قدرتش نعيش بلا راجلي اللي مشى وما بقاش كيسول فيا لا انا ولا البنيه اللي ولدت. بنتي دابا كتكبر بلا اب، تقولوا يتيمه واخا الاب ديالها راه مازال عايش في الدنيا. هادشي كامل بسبب الام ديالي اللي ما كتبغيش ليا الخير، اللي دمرات ليا حياتي وخرجت على حياه بنتي. من هنا غادي نقول لكم وغادي نقول لكل ام كتفرض على بنتها شي واحد اللي تزوج بيه بزز، راه ما خاصكيش توصلي مع بنتك لهذا الشيء. حتى هي انسانه عندها قلب وعندها الحق انها تختار مع من تعيش مستقبلها هذاك، وهي اللي تقرر مع من تكملوا. خصوص الزواج واحد الحاجه اللي ماشي بالزز ولا بالسيف، ماشي تبزي على بنتك، بالعكس خاص يكون الرضا ديالها هي والاختيار ديال الزوج يكون منها هي الاولى. خليو بناتكم وهما اللي يقرروا مع من يعيشوا، وهما اللي يعرفوا كيفاش يكونوا واحد الحياة اللي هي زوينه ومبنيه على التفاهم والاحترام والحب، باش هكا في الاخر يقدروا يعيشوا مزيان بلا مشاكل. كانت هذه هي القصه ديالي، كنتمنى انها تكون عبره لجميع الامهات، ورسالتي تكون وصلاتكم من خلال هذا الشيء اللي واقع ليا مع الام ديالي. الغزاله ديالي حتى لهنا وكتكون سالات قصتنا اليوم. الا وصلتكم القصه وحسيتوا بها ما تنسوش تدعموا القناه بلايك، تعليق واشتراك باش دائما نشارككم قصص حقيقيه من الواقع. نتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده من قصتي قصه.